في 25 نوفمبر من كل سنة العالم بيحتفل باليوم العالمي للعنف ضد المرأة، بس هل كنت تعرف ان يوم 18 نوفمبر العالم برضو بيحتفل باليوم العالمي لعنف المرأة نفسها؟ ثانية واحدة يا رجال العالم افرحوا، الأمم المتحدة بتنصفكم، وزي ما عملت يوم عالمي للعنف ضد المرأة عملت يوم عالمي برضو لعنف المرأة ضد الرجل. واليوم ده في مصر مختلف وأرقامه صادمة جدا. مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة قال في تقرير ليه معلومات غريبة وصادمة، قال ان مصر الأولى عالميا في عنف المرأة ضد زوجها، والنسبة كانت 28%. ثم بعد مصر جاءت أمريكا بنسبة 23%، وبريطانيا 17%، والهند 11%. يعني احنا أكبر أمة في الأرض الستات فيها بترتكب عنف ضد أزواجها. المعلومات الصادمة ما وقفتش لحد هنا. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر قال ان 30% من الستات بيضربوا أزواجهم وفق محاضر الشرطة. يعني تخيل بقى الرقم من غير محاضر. والظاهرة دي موجودة في الطبقة المتوسطة والغنية بنسبة أكبر من الطبقة الفقيرة. وأكبر المحافظات اللي سجلت قضايا عنف من ستات ضد أزواجها كانت القاهرة واسكندرية. أما في الأرياف النسبة بتقل. ثم تيجي دراسة تانية فيها تفاصيل مختلفة. مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية عمل دراسة بتقول إن 50% من الرجالة المتجوزين في مصر بيتعرضوا للعنف من زوجاتهم. والعنف هنا ليه أنواع، مش بس اعتداء وضرب، بس ممكن في أوقات كتيرة يبقى عنف لفظي ومعنوي. أوقات كتيرة برضو بيكون العنف رد فعل لعنف آخر، يعني الست تعرضت لعنف فردت عليه بعنف برضو. وطبعا أرقام العنف الزوجي ضد المرأة صادمة أكبر وأكتر. غالبا كل الناس دي نسيت القاعدة المريحة والجميلة: يا إمساك بالمعروف يا تسريح بإحسان.